بالرنين المغناطيسي او بالاشعه التلفزيونيه من خلال المستقيم. طيب معانا منى، اتفضلي يا منى. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. اهلا يا دكتور. بقول لحضرتك يا دكتور بعد اذن سيادتك، اتفضلي. انا كنت بعاني من ورم ليفي على الرحم نتيجه نزيف وكده، فانا شلت الرحم والمبايض. فدلوقتي انا بعاني من امساك شديد قوي من بعد العمليه على طول. فدلوقتي رحت للدكتور باطنه علشان اشوف ايه المشكله، فعمل لي سونار على بطني، فقال لي ده القولون العصبي. فباخد علاج دلوقتي للقولون العصبي، بس برضو مش مرتاحه، وما زلت برضو ما زال الامساك موجود وتعبانه خالص ومعدتي تعباني وكده. فهل دلوقتي انا ممكن يبقى في عندي مشكله مثلا في القولون نتيجه الورم اللي كان عندي، ولا ايه مشكلتي؟ ليك اسئله ليها يا دكتور؟ طيب يا منى تابعينا، شكرا، الف سلام عليك، شكرا. طبعا هي عملت استئصال للرحم والمبايض نتيجه ان فيه تليفات. انا عايز اطمنها ما فيش علاقه نهائي بين الورم الليفي اللي بيبقى فيه القولون واللي في الرحم والقولون العصبي. طبعا هي عندها امساك، احنا عارفين كلنا القولون العصبي اللي بيصيب عدد كبير جدا من الناس بتتناوب امساك واسهال وانتفاخ والام في البطن. يعني طبعا هي مطالبه الاول انها تعمل منظار على القولون عشان نتاكد ان مفيش اورام، عشان نتاكد ان ده هي دي حقيقي. الطريقه الوحيده يا دكتور اللي من خلالها تقدر تتاكد ان مفيش اورام، المنظار. ما هو هي لو انت حضرتك، ما هي دي مشكلتنا كمان مع المستقيم والشرج، ان كتير المرضى بيظنوا ان عندهم قولون عصبي، ما هي نفس الاعراض، الام، امساك، دم، تغير في عادات التبرز. فهي لو عملت منظار على المستقيم والشرج والقولون وعملت ما يسمى دلالات الاورام، والاثنين دول كانوا طبيعيين، فالقولون والشرج بتنظم القولون العصبي